قبل ما نبدا بغيت ناكد على حاجه وحده ومهمه بزاف. العلم بالشيء كينور العقل وكيعطينا نظره اعمق للعالم اللي حنا عايشين فيه. ومعرفتنا بتفاصيل الثقافات والاديان الاخرى ما كيعنيش بالضروره اتفاقنا بمعتقداتهم، ولكن كتخلينا نفهموا كيفاش هاد المكونات كتعبر على راسها من خلال المظهر الخارجي. اليوم غادي نجاوب على سؤال كيطرح الواحد ويقدر ماشي كل شيء: فاش تيشوفوا رجال من الطائفه اليهوديه خاصه الارثوذكس المتزمتين اللي هما الحريديم، اللي هو شنو السر ديال هادوك الضفيرات الطوال اللي في الجناب؟ شنو الاصل ديالهم وعلاش متمسكين بها لهاد الدرجه؟ الاصل ديال هاد الخصالات اللي كيتسموا بالعبريه بايوت او لابيا، ونتمنى كون ذكرتهم مزيان، كيرجع لنصوص قديمه في التوراة، وبالضبط في السفر اللاويين اللي عندهم في النص، بما معناه انه من الممنوع تقطع هذيك الضفيرات او لا الزوايا ديال الشعر من الراس. وكاينين فيهم اللي تيديرها ورا ودنيهم، وكاين اللي تيخليها مطلوقه، وهاد التسميه كتعني حرفيا الزاويه ماشي الزاويه. والهدف من هاد الشيء هو التميز بكل بساطه، واللي كان معروف في العصور القديمه وخصوصا عند الشعوب الوثنيه اللي كانوا كيعبدوا الاصنام وغيرها اللي كانت في ذاك الوقت، كيحسنوا بطرق مختلفه، وكل شعب والتحسينه ديال الشعر ديالهم كي دايره، اللي كما قلت كتميزهم على بعضهم. تشوفوا من البعيد تقول هذاك من شعب فلان وفرتلع. وهذا المظهر اللي كان عند اليهود او الحريديم بمثابه اعلان على الهويه ديالهم، مستقلين على غيرهم. وملي كتجي تشوف علاش، ما عندهمش فقط علاقه بالمظهر، ولكن في تفسيرات عميقه عندهم. كيقولوا باللي منطقه الصدغين هي اللي كتفصل ما بين الجزء القدامي ديال الدماغ اللي كيمثل التفكير والمنطق، وبين الجزء الخلفي اللي كيرمز للمشاعر والغرائز. دايرين فرق بين المنطق والمشاعر، وكيذكر هذا الشخص بانه خاص يفرق ما بين عقله والقلب ديالو. وهذا الشيء علاش كيحسنوا شعرهم وكيخليو الجناب على حسب هذا الشيء اللي قلت، والله اعلم. والعجيب من هذا الشيء كامل هو الضفائر ما عندهاش شكل واحد او في طريقه عرضها. كيف ما قلت في الاول، مثلا عند يهود اليمن، وهاد اليهود معروفين حريفيه، كيخدموا باليد بزاف، داكشي التقليدي ديالهم وفي صياغه الفضه، واغلبهم هاجروا لفلسطين المحتله، اللهم نصرا تعز به الاسلام والمسلمين. وهاد يهود اليمن كيسميها الضفيره بالسيمونيم اللي كتعني العلامات، وكانت ضروريه للتمييز واستعملوها لقرون. وعند يهود اوروبا اللي هما الحسيديم، وهي الطائفه اللي بدينا بها الموضوع، ارثوذكسيه متشدده ومعروفه بيناتنا بزاف وتنسمعوا عليهم، اللي هما الحريديم. هادو طوروا شكل واسلوب ديال الضفيرات باش تولي بالعربيه حلزونيه، وهما اللي تنشوفوهم بزاف في المظاهرات ولا الخرجات الاعلاميه ديالهم ضد الصهيونيه. هنا كنقولوا جزء كبير وماشي كلهم اللي تيعارضوا الصهيونيه ولا بشكل واضح قيامه دوله اسرائيل وكيعتبروها خطيئه. وهذا موضوع ديالو بوحدو، ونبقاو دابا غير مع الضفيرات وتمسكهم بهذا الشكل ديال الشعر. وهذا التمسك ديالهم ما جاش غير هكاك، ولكن السبب جاي في انه كل ما كان ضغط اكبر باش يغيروا شكلهم، كل ما زاد تمسكهم به. يعني الاحماء ما فاكينش، وهي تولي هذا البيا او البيوت رمز ديال الصمود الثقافي عندهم. وفي الختام الاخوان، هذا المظهر اللي كيبان غريب لانه ديال ثقافه او معتقد اخر، فهو في الحقيقه بحال تقول وثيقه تاريخيه حيه كتحكي على قصه صراع الهويه مع الزمن. والهدف من هذا المقطع كان هو فقط تقريب الصوره وفهم الخلفيات، واللي انا براسي كنت نشوفهم وديما تنطرح هذا السؤال في راسي: علاش هذا الشكل ومنين جا؟ وكنت كنشوفهم وكنعرفهم فقط يهود، ولكن علاش هذيك الله اعلم. ولكن من عرفت بغيت نشارك معكم في معلومات مبسطه، ومن الجيد أننا نكون واعيين وعارفين بالثقافات أو الحضارات اللي دايرة بينا، اللي المعرفة فقط لا غير. نتمنى تكون هذه المعلومات ضافت شي حاجة جديدة. وما تنساوش تقولوا لي في التعليقات واش كاين شي مظاهر ثقافية أخرى كتشوفوها وكتنوض فيكم ديك الفضول باش تعرفوا الأصل ديالها. وهنا نكون ساليت من الحلقة ديال اليوم، ونذكركم بقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. نتلاقاو في فيديو جديد.